والمرضى بلطم الصدر باقي اللطم بعناده. هذا هلا. أهمية إقامة الشعائر الدينية عموما والشعائر الحسينية خصوصا. الشعائر الدينية عموما والحسينية خصوصا تبني فرد. الشعائر الحسينية بغض النظر عن نوعها تبني الإنسان من جهتين. الجهة الأولى الجهة المعرفية. يعني شنو الجهة المعرفية؟ يعني أنا كفرد شيعي أنا أتعرف على معالم ديني من خلال إقامتي للشعائر الحسينية. لما أنا أحيي الشعائر الحسينية يعني معناها أنا أريد أبني جيل مرتبط ارتباطا معرفيا بدينه ومذهبه وقادته وحوزته. أولا صناعة الفرد معرفيا، ثانيا لا صناعة الفرد روحيا. شعائر مثل ما تعطيني علم ومعرفة وعقائد وتدافع عن الشبهات وتحفظ للمذهب، الشعائر جاي تقرب روحي من الحسين. وإذا قربت روحي من الحسين قربت منين؟ قربت من الله. أنا بالشعائر أتوب أقول له إلهي أنا أعاهدك بهذا المجلس بعد ما أعصي. إذن الشعائر جابتني الدرب رب العالمين. اللطم راح يرجع علما، راح يرجع للسالفة شاء أم أبى. ليش؟ لأن الجرس الداخلي راح يدق من جوه، اللون الداخلي يتحرك. يا حركته المنبهات الخارجية اللي هي شنو؟ المجلس والزيارة واللطم والمشي والزنجيل وإلى آخره. هذا الخلق، الله يريد الخلق يرجع. الأمر الثالث إنه الشعائر تقوم على بناء قوة الأمة ورص مجاميعها. على سبيل المثال استعراض الجيش. ليش الجيش يستعرض من الحضارات لهذا يومنا؟ ليش يستعرضون قوة جماعية؟ شنو السبب؟ من اللغة الجمعية. شنو السبب؟ أولا يستعرض قوته، ثانيا يعبئ نفوس أفراده بأنه احنا أقوياء، ثالثا يودي رسالة لأعدائه أنه احنا شنو؟ أنه احنا قوة كذا. هاي اللغة الجمعية. حتى في الدين شنو معنى الحج جماعي وإلا بذن الأيام؟ ليش مو الحاج كل واحد متمكن يروح يحج ويرجع وحده؟ ليش إلا كلكم تصعدون على الجبل وإلا كلكم تركضون بين الصفا والمروة؟ مو أنا قد يموتون جماعة. ذولا اللي ما عندهم وعي يقول زين ليش ما تسووهم كراديس؟ مو ما يعرف البعد بالسالفة شنو. طيب مو احنا راح يصير عندنا تدافع في منى وخاف يموتون الناس؟ ليش هذا الزخم؟ الشعائر الحسينية نفس الشيء. ليش دائما شعائرنا أغلبها جماعية؟ المحاضرات جماعية، المواكب جماعية، المشي جماعي. ليش؟ لأن هنا أنت أولا راح تعبئ النفوس بأنها قوة، ثانيا ترسل رسالة لجنود إبليس أنه هذا الدين لا يقهر. شو يقهرهم ذولا 30 مليون رايحين كلهم دفعة واحدة الواحد في قبره؟ شو يقهرهم هؤلاء؟ إذا احنا ضروري تقام الشعائر. أهميتها أنه ترص صفوفنا وتحافظ على قوتنا.